عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد في قناتي فنون الطبخ مع نوال. في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا مع بعض طريقة تحضير المعمول ديال التمر. غادي نحتاجو فيه ان شاء الله تعالى نص كيلو ديال الزبدة، كاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال الزيت، كاس ديال المزهر، كيس ديال الخميره كيماويه خاصه بالحلويات، كيس ديال سكر زهر البرتقال، قريصه الملحه والدقيق حسب الخليط. تقريبا غادي نحتاجو من كيلو وربع حتى الكيلو و400 غرام تقريبا حسب نوعيه الدقيق. العقده غنحتاجو فيها كيلو ديال التمر معجون، اولا تجيبوا التمر وتحيدوا له العظم وتبخروا وتعبروا كيلو ديال التمر معجون مع 100 غرام ديال الزنجلان محمر، 2 معالق كبار ديال الزبده، معلقه كبيره ديال القرفه بلديه مطحونه، شي حبات 2 اولا 3 ديال المسكه الحره مدقوقين، وقطرات من روح الزهر، والسكر كلاصي بطبيعه الحال سبيسيال للتزيين. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. انا هنايا في القصريه درت نص كيلو ديال الزبده مارغرين. بطبيعه الحال هنا بالنسبه للكميات تقدروا ديروا غير نصف الكميه، اي غير ربعه ديال الزبده، وتقسموا المقادير على 2. هنا الا استعملتوا زبده سبيسيال يعني الزبده من نوع جيد، بالنسبه للزيت تنقصوا نص كاس، يعني تستعملوا غير نص كاس ديال الزيت مع نص كيلو ديال الزبده سبيسيال. انا هنا غنستعمل المارغرين، عندي كاس ديال الزيت. اول شيء غادي نضيف الملحه، قريصه الملحه، غادي نضيف كيس ديال السكر زهر البرتقال، وغادي نضيف السكر كلاصي، وغادي نخدم هذا الشيء مزيان مع الزبده حتى ينسجم ليا ونحصل على بحال البوماد. من بعد ما تحصلت على زبده بوماد بهذا الشكل، غادي نضيف كاس ديال الزيت وغنمزجو تاني حتى ينسجم مزيان مع هاد الزبده. فانا بطبيعه الحال هاد الكيسان هما كيسان ديال العنبه. من بعد ما دمجت الزيت مزيان مع الزبده كيف كتشوفوا تحصلت على خليط بهذا الشكل هذا ملس، ضروري يولي بحال هكا ملس، ما يبقاوش عندنا الحبيبات ديال الزبده اولا الزيت تبقى معزوله بوحدها، لان هاد العجينه ديال الحلوه ديال التمر ما كندلكوهاش بحالها بحال الشغل ديال الصابلي، فهي غير كتجمع. الوغ هنايا يعني نحيدو كلشي الحبيبات وندخلو الزيت مزيان. دابا غادي نضيف كاس ديال المزهر، وغادي نضيف كيس ديال الخميره ديال الحلويات، وغنحاول انني غير نخلط هادشي شويه، فهو الماء ما غاديش يدخل لينا مع الزبده، وانما غير نحاول انني نخلطو بحال هكا شويه، ونبدا نضيف في الدقيق شويه بشويه. هاد العجينه ما خاصهاش تجي قاصحه وما خاصهاش تجي جاريه، هي خاصها تبقى رطبه في ايدينا تقريبا، يعني تكون كتشبه العجينه ديال الصابلي نسبيا، المهم خاصها تبقى رطبه. فانا غادي نبقى نضيف في الدقيق شويه بشويه وانا كنمزج حتى نتحصل على العجينه اللي بغيت. غير بحال هكا بطراف الصباع بحال هكا. وهذه هي العجينه كيف كتشوفوا. من بعد ما جمعتها كتجي على هذا الشكل هذا، خاصها تكون رطبه ماشي جاريه وماشي قاصحه بهذا الشكل هذا. فانا هنايا كتهز ليا كيلو وربع ديال الدقيق، وبطبيعه الحال على حسب نوعيه الدقيق اللي كتستعملوا. انا هنايا نوعيه الدقيق اللي كنستعمل خاصه بالحلويات كتهز ليا كيلو وربع ديال الدقيق في هذه الكميه ديال نص كيلو الزبده. دابا غادي نجمعها بحال هكا، غادي نديرها في كيس بلاستيكي وغادي نخليها كترتاح بدون ما نوجد العقده ديال التمر.
من بعد ما وجدنا العجينه دابا غادي نوجدوا عقده ديال التمر. غادي ناخذوا التمر هكا معجون، كيف قلت لكم تقدروا تستعملوا تمر عادي، جيبوه حيدوا له العظم وعبروا كيلو، بخروه واستعملوه معكم مزيان بعد ما تبخروه واستعملوه. فانا بالنسبه اللي غادي يستعمل تمر معجون فيحرص على انه يجيب يعني نوعيه اللي تكون جيده، ما يكونش شي نوعيه اللي فيها الحجر اولا شي حاجه، تكون شي نوعيه اللي رخيصه. خذوا نوعيه مزيانه باش ما تجيكم الحلوه ديالكم زوينه وما فيهاش الحجر. هنا غادي نضيف ليها 100 غرام ديال الزنجلان، اللي بغى يضيف اللوز حتى هو ممكن يضيفه. غنضيف معلقه كبيره ديال قرفه بلديه مدقوقه، غنضيف 3 الحبات ديال مسكه حره مدقوقين هكا بوحدهم ما معاهم حتى شي حاجه. غادي نضيف واحد 3 القطرات ديال روح الزهر وجوج معالق كبار ديال الزبده تكون طريه بحال هكا، ماشي ضروري تكون ديبه. هنا ماشي مهم نوعيه الزبده، اي زبده عندكم تقدروا تستعملوها، يعني الزبده اللي كتكون في العلب اللي كناكلو. هنا غادي نمعك هادشي مزيان، نعجنو مزيان حتى ينسجم عندنا كاع هاد المكونات ونتلاقاو باش نكملوا باقي المراحل. من بعد ما وجدت العقده ديال التمر على هذا الشكل كيف كتشوفوا، كنتحصلوا على عجينه هكا كتولي رطبه وما كتلصقش بفطل ديك الزبده. غادي نجيب دابا ميزان، من الافضل ان تستعملوا الميزان، اللي ما عندوش يقدر يستعمل غير ايدو، المهم انكم ديروا كويرات مستويه. انا غادي ندير فيها 10 غرام في كل كره، 10 غرام. غادي نستمر وغادي ندير كرات ديال 10 غرام حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ونتلاقاو. فمن بعد ما كملت تكوار ديال كاع العقده اللي عندي بهذا الشكل، فانا هنا تحصلت على 128 كره بكاع العقده اللي كانت عندي. اشنو غادي ندير دابا باش يعني الخدمه ديالتي تبقى غاديه مزيان وما يضيع ليا لا عجينه ولا عقده؟ غادي ناخذ العجينه ديالتي كامله كيما هكا وغادي نعبرها، غنشعل الميزان وغادي نحطها كامله كيما هكا ونعبرها شحال فيها. انا عندي هنايا فيها 2 كيلو و60 غرام، عبرت هذه فيها 2 كيلو 60 غرام، غادي نقسم 2 كيلو و60 غرام على 128 حبه باش غنشوف شحال خاصني ندير من غرام في الكره ديال العجينه، باش كلشي يبقى غادي قياس، يعني ما تضيع ليا لا عقده تبقى شايطه ليا ولا نكمل العقده وتبقى شايطه ليا العجينه. انا هنا سبق ليا وعبرت العجينه، لقيت غادي خصني الكرات ديال العجينه ندير فيهم 16 غرام في كل كره ديال العجينه. دابا غادي نبدا بسم الله، غادي نبدا كنعبر بحال هكا، ندير كرات ديال 16 غرام، 21 بحال هكا 16 غرام. نصايب تقريبا واحد 2 او لا 4 ولا حتى يعني 6 ونبدا يعني في الخدمه. من بعد ما ندير كرات بحال هكا غادي نحتاج لهذا المرشم هذا ديال بيستولي هكا الكبير اللي خاص بالمعمول بهذا الشكل. انا هنايا اختاريت اش من يعني موتيف اللي غندير، فهو كيجي فيه تقريبا 6 ديال لي موتيف، وكاين اللي صغار تيكونوا فيه غير 2 او لا 4 على ما كنظن. انا عندي اللي فيه 6، فاختاريت هاد الرشمه هذه كيف كتشوفوا هي باش غادا نخدم. اشنو كنديروا؟ كنجيو كناخذوا هاد الكره كنبسطوها بهذا الشكل مزيان، نحاولوا اننا نبسطوا هنايا الحواف اكثر من الوسط، لاننا هاد الحواف غادي نجمعوهم فما خاصهمش يكونوا غلاظ.
غادي نجمع عليها العجينه كيما هكا. نحاول انني نغلف الكره ديال التمر كامله، ندورها مزيان بهذا الشكل هذا ونحطها بهذا الشكل، ونجيب المرشم ونضغط يعني مزيان باش ترشم ليا الحلوى. نهز بهذا الشكل وكنتحصل عليها كيما هكا كيف كتشوفوا. نحطها في الطاوه، ومن بعد ما كملت كاع الكميه ديال العجينه وديال التمر كيف كتشوفوا، ما بقات عندي حتى شي حبه ديال التمر ولا حتى شي طرف ديال العجينه. فهذه هي الكميه اللي كنكون حصلت عليها بهاد المقادير اللي خدمت اليوم. يعني سر من اسرار ديال هاد الحلوه ديال التمر بطريقه المعمول باش انها تجي ناجحه، هو اننا خاصنا نخليوها كتنشف 24 ساعه بحال الشغل ديال حلوه التمر، بحال عفوا الشغل ديال حلوه اللوز. ضروري انها تبقى 24 ساعه كتنشف باش اننا نحافظوا على هاد الرشيمات يعني الماكسيموم باش ما نضيعوهمش وباش ما تنفخش. عاد مني غادا تنشف 24 ساعه عاد غنتكوها باي ابره، نعقموها ونتكوها وعاد ندخلوها طيب ان شاء الله. فانا هنا غادي نخليها كتنشف 24 ساعه عاد باش نطيبها ان شاء الله. فهكا من بعد ما خليتها كتنشف 24 ساعه كيف كتشوفوا، فانا تكيتها بهاد الفنيته هذه، دوزتها في النار باش عقمتها وتكيتهم كاملين بحال هكا كيف كتشوفوا، واحد 5 او 6 ديال يعني درت لهم واحد التقيبات. ودابا سخنت الفران درتو على 160 درجه كيسخن مزيان، وغادي ندخلها نخليها كطيب. فهي ما كطيبش بزاف، غير تبان لينا انها شدت راسها وبدات كتذهب من التحت صافي ونخرجها. انا مشعله على الفران من الفوق ومن التحت. فمن بعد ما طيبتها خليتها كطيب على خاطرها في الفران على درجه حراره 160 كيف قلت لكم حتى 180 الماكسيموم ما تفوتوش. خليتها كطيب كيف كتشوفوا، فما خاصهاش تحمر بزاف، خاصها تكون بحال هكا. هاهي كيف كتشوفوا، فاحنا حافظنا على هذا لي ديال المرشم، فما ضاعوش لينا لان خليناها نشفات وتكيناها بالشوكه كيف كتشوفوا. دابا من بعد ما بردت يعني تماما، فانا راه مخليها تقريبا واحد 3 ديال السوايع وهي كتبرد. غادي نجيب سكر كلاصي سبيسيال وغادي نبدا كنفند بحال هكا، نحطها في السكر ونشد صبعي ونمسح بحال هكا مزيان، نسوس الفائض ونمسح بصبعي بحال هكا كيف كتشوفوا كيف كندير باش نبين هذوك لي موتيف باش يوليو يبانوا بحال كيخرجوا على هذا الشكل كيف كتشوفوا بحال هكا. فانا كنبقى ندوز صبعي بحال هكا، ندوز حتى كتخرج هاد الرشيمه هذيك. صافي غنكمل كاع الكميه اللي عندي ونتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا من بعد ما ستفتها، كتجي زوينه رطبه وهشيشه وبنينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. فهاد الكميه اللي حضرنا اليوم كتخرج 3 كيلو ديال حلوه التمر المعمول. جربوها اكيد غتنال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ضغطوا على جيم، بارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله، تابوناو في لاشين ديالي باش يبقى ديما يوصلكم جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.